من التدمير والتقتيل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل يوم، وفي كل شهر، وعلى امتداد السنوات. كلماتي ستكون جد مختصرة. ببساطة، لو جمعنا كل لغات العالم لن تستطيع أن تعكس مدى التدمير، مدى المأساة، مدى التقتيل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بكل فئاته. فالتقتيل المتعمد والممنهج امتد من الرضع والأطفال إلى الشيوخ، إلى الشباب، إلى الكهول، إلى النساء، إلى الرجال. امتد إلى المستشفيات بموظفيها والعاملين بها، رغم تحريم ذلك من طرف القانون الدولي، قانون لا يطالب باحترامه إلا من مقاومة سواء الفلسطينية أو في مختلف بقاع العالم. نقول اليوم وبشكل صريح أن الأنظمة في العالم إلا استثناءات تحالفت جميعها ضد شعب المقهور يعيش التجويع بشكل يومي، يعيش التدمير لسكنه، يعيش التدمير لمستقبل أطفاله، يعيش التدمير في كل مجالات الحياة. كل الأنظمة على مستوى العالم، سواء المتحالف علنيا أو المتحالف بشكل سري ويلتزم الصمت. نقول بشكل صريح اليوم أن كل أشكال التطبيع المعلنة منها وغير المعلنة، التطبيع السياسي والتطبيع الاقتصادي والتطبيع الثقافي، كلها تعتبر شكلا من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني. وفلسطين ونحبوها، فلسطين ونحبوها، والتطبيعات نرفضوها، فلسطين ونحبوها، فلسطين ونحبوها، والتطبيعات نرفضوها، فلسطين نرفضوها، فلسطين نحبوها. لقد بلغت الصور من البشاعة حد لم نستطع متابعته، ورغم ذلك أن جميع الأنظمة التي سارعت إلى إعلان تطبيعها مع الكيان الصهيوني كمنفذ بالنسبة لها لحل مشكلة الشرق الأوسط لم تجرؤ ولو عبر الصريح الرسمي لإعلان طرد السفراء والقائمين بأعمال الكيان الصهيوني في الدول العربية. لم تجرؤ على إعادة النظر في تطبيعها مع الكيان الصهيوني. وانطلاقا من قناعتنا أن مقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومة كل الشعوب المضطهدة هي واحدة في الهدف، هي ممتدة في المجال، متنوعة في الأشكال، لكن هدفها واحد، هو مواجهة الطغيان كيفما كان لونه وأينما كان مكانه. ونحن الدعوة والصمود، وفلسطين ستعود، فلسطين ستعود، بالوحدة والصمود، وفلسطين ستعود، فلسطين ستعود، بالوحدة والصمود، وفلسطين ستعود، فلسطين ستعود. قلت ونحن اليوم نقولها بشكل مكشوف، لأننا كنا وبقينا وسنظل ضد التطبيع بكل أشكاله، معلنا أو غير معلن. كنا ولا زلنا وسنظل
إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين، كل فلسطين، كل فلسطين. إذا اليوم نعبر عن إدانتنا، وقد لا نتفاجأ غدا بفتح مساحات خاصة تكون مرتبطة أو تحت إشراف عناصر من الكيان الصهيوني. نقول أننا سنبدأ من اليوم التعبئة لمقاطعة كل أشكال التطوير، مقاطعة كل مؤسسات سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت ثقافية تابعة أو ملحقة للكيان الصهيوني. كذلك سنعمل على مقاطعة كل المؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني. حتى لا أطيل عليكم إخواني أخواتي، نعي جميعا أن قتل طفل في فلسطين هو قتل طفل في المغرب، أن قتل عجوز في فلسطين هو قتل عجوز في المغرب، أن تفجير مستشفى في فلسطين هو تفجير مستشفى في المغرب، لأن مصيرنا كشعوب مضطهدة مصير واحد، يوحدنا الألم آلم ويوحدنا التشبت بالأمل غدا، وغدا ستوحدنا ابتسامة تعم وجوه كل الأطفال الأبرياء وترتسم على شفاه كل النساء ورجال هذا الوطن الحبيب. ومن مغرب فلسطين وشعب واحد مو شعبين، وشعب واحد مو شعبين. ومن مغرب فلسطين ومن مغرب فلسطين وشعب واحد مو شعبين، وشعب واحد مو شعبين. ومن مغرب فلسطين ومن مغرب فلسطين وشعب واحد مو شعبين، وشعب واحد مو شعبين. قلت أخيرا تحية للإخوان والأخوات الذين أبوا إلا أن يحضروا جسيدا على موقفهم من هذا الهجوم على الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من موقف الشعب المغربي. ثانيا أنبه أنه بدل مراقبتنا ونحن نهيئ لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من الأحسن مراقبة الناس اللي باغيين يحترقوا هذه البلاد. هذا هو المراقبة اللي خصها تكون. أما نحن ما عندنا لا سلاح لا والو، حنا نعبر بصوتنا، نعبر بحناجرنا، نعبر بمواقفنا، نعبر بأفئدتنا أننا لن نستوي يوما حتى تدوس علينا أقدام الصهاينة أو من يساندنا. ومن جعل من الإنسان قضيته لن يستوي على فراش الخيانة. وتحية نضالية لجميع الإخوة والأخوات.